صباح الخير عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم جيت باش نتشارك معكم واحد الحلوة اللي جامي خطاتني في العياد، سواء الكبير ولا الصغير يحبوها تاني، كبير وصغير، او شوكولا بزاف بنينة. انايا حشيتها لداخل بحبة تاع البندق، تندار بالكاكاو، وتزيين اختياري درت لها كلاصاج غورمون. كيما نتوما تقدروا تطلوها غير بالشوكولا هكاك. شوفوا كيفاش جات الله يبارك، تدوب في الفم بزاف بنينه، ننصحكم بيها، رايحه تجيكم خفيفه وهايله. اول حاجه نديروها في ريسيبيون، نحطوا 250 غرام تاع زبده ولا مارغرين تكون في درجه حراره الغرفه. نزيدوا عليها كاس معمر، اي كاس يكون عندك اللي تشربي به الماء ولا الغازوز تاع سكر غلاس. فوالا، زدت عليهم تانيك هنايا حبة بيض كاملة وزوج صفار. الصفار الدور تاعو حيخلي لكم الحلوة تاعكم تجي هشيشة وتجي تدوب في الفم وبنينة تاع الصح. هنايا البنات زدت معاهم تانيك مغرفة صغيرة تاع ذوق البندق، كيما تقدري ديري ذوق الشوكولا ولا لافاني برك. ذوق البندق راح يعزز لكم الذوق هذاك، يجيكم روعة مع الكاكاو. ومن بعد جبت الباتور تاعي وبديت نضرب فيها حتى وين ولا لي الخليط كريمي ونساجم كامل مع بعضه، تحسوا اللون تاعو ولا ابيض. تقدروا ديروا هاد الخطوه غير بالفوي ولا غير بيديكم عادي، ليسونسيال دخلوا كامل المكونات في بعضهم. من بعد بنفس الكاس قست نص كاس تاع الكاكاو يكون بنين، هذاك اللي يجي الذوق تاعو كيما تاع الشوكولا، يجي يعني بنين، ماشي هذاك كاين واحد اخر فيه اغيغكو. يعني خيروا نوعيه تكون مليحه، كاليتي مليحه تاع الكاكاو. حطوا نص كاس وزيدوا رشه تاع الملح. كي دخلت مليح الكاكاو في الزبده تاعي، بديت نضيف في الفارينه. درت مع الاول حوالي غير نص كاس تاع فارينه مع كيس تاع خميره كيميائيه تاع 10 غرام. من بعد بديت نزيد غير بشويه فارينه بالك تجروا يدكم. علاش؟ على خاطرش الكاكاو نعرفوه ينشف العجينه، فلازم تروحوا لها غير بالعقل. ما نقول لكمش القيس شحال كل وحده والبيض تاعها شحال يوزن وكاع، صافي كابابل يدي لكم اكثر مني، كابابل تاخذ لكم قل مني الكونتيتي تاع الفارينه. هنا البنات كي كملت جمعتها خليتها تريح واحد الخمس دقائق. شفت العجينه تاعي بلي هذيك هي، يعني قعدت لي طريه مليحه، ما نشفتليش بزاف، وتانيك ما قعدتش مطلوقه. رحت كورتها دوائر، جبت لي 34 حبه الله يبارك، وزنتهم كامل على 30 غرام. ومن بعد بديت نحشي فيهم اختياري بحبه تاع البندق. درت حبه تاع بندق في داخل كل وحده، كيما نتوما تقدروا تحشوها بالشوكولا، تقدروا ديروا حلقومه، تقدروا ديروا كيما تحبوا. الكاوكاو تاني يجي بزاف بنين محمص. هنا البنات بديت نحشي فيهم كيما قلت لكم، وندورهم هكا ونحطهم ديريكتومون فوق سنيوه تكون محطوط عليها ورق الطهي، من الافضل هكا باش ما يلصقولكمش، ولا تكون سنيوه ما تلصقش. وندخلهم للفرن يكون ساخن من قبل على 160 درجه من تحت برك، حوالي 14 حتى ل 15 دقيقه. نتوما عسوها الكاكاو تمتم ينشف، تنشف برك هاد الحلوه. من بعد نزيد لها واحد 3 دقائق ولا 4 من الفوق، هذا ما كان، يعني مده الطهي حوالي 18 دقيقه ماكسيموم. هنايا البنات حبيت نخدم لو كلاصاج غورمون، يجي بزاف بنين مع هاد الحلوه. واش درت؟ خليتها حتى وين بردت لي. من بعد جبت 250 غرام تاع شوكولا نوار، انا نحب شوكولا نوار، تحبوا ديروا اولي ديروها. زدت لها زوج مغارف برك تاع الزيت، خاطر الشوكولا نوار تاعي هاديه كي نكثر لها الزيت روماركيت ما تنشفليش، تقعد لي هكاك طريه شيكولا تاعها. زدت عليها قلت لكم زوج مغارف تاع الزيت، وضفت لها كميه تاع البندق حوالي 6 ولا 7 مغارف مرحي ومحمص. اختياري، تقدروا ديروا الكاوكاو قلت لكم يجيكم هايل، ديروها باش تحبوا، ولا تقدروا تطلوها غير بالشوكولا تاني تجي مليحه. درتها فوق الفرشيطه، قلاصيتها، قطرتها مليح وخليتها تنشف من الاحسن فوق ورق الطهي، لانه كي تحطوها فوق هذاك تاع الحديد اللي قطر، من بعد كي تكونوا رايحين تنحوا منه الحبه كابابل رايحه تتكسر لكم الشيكولا هذيك تيبس فيه، كي تكونوا رايحين تجبدوها تتكسر لكم. يعني سايسو اذا درتو في هذاك تاع الحديد، الكغياج ولا مانيش عارفه واش يعيطولو، نسيتو. المهم البنات جو بزاف بنان، 34 حبه الله يبارك، هايله تدوب في الفم. اون بليس سهله وما تشدش كامل اليد وما تديش الوقت بزاف. ننصحكم تجربوها وتبعتوا لي تطبيقاتكم، واذا عندكم اي سؤال ولا استفسار راني هنايا، ما كانش كامل مشكل. بالنسبه للتزيين البنات اختياري، من الاحسن انكم كي تكونوا رايحين تلصقوا فيها الحبيبات تاع الكاوكاو ولا البندق كي تكون يعني مازال ما نشفتش هكا، باش يلصق لكم فاسيلمون ويشد بلاصتو، ما تخلوهاش حتى وين تنشف. ونتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله.